المباشر هنا مباشرة من مدينة مرسين، استنفار أمني هنا على مستوى حي واد الملح هنا بمدينة مرتيل، من بعد ما قامت الزوجة بالتصفية ديال الزوج ديالها. بطبيعة الحال هذه 12 سنة من كتوقعت الجريمة، بطبيعة الحال فبعض التفاصيل فالروح عزيزة عند الله عز وجل. متابعينا الكرام، بطبيعة الحال فالزوج ديال الابنة ديالها هو اللي فتح الأمر، وبالتالي فالسلطات هنا بمدينة مرتيل فهي فتحت التحقيق مع الزوجه، وبالتالي تم اكتشاف هذا الرفات، هذه الجثه ديال الزوج اللي كانت مدفونه متابعينا الكرام في البئر ديال المنزل ديال العائله لمده 12 سنه. متابعينا الكرام، استنفار امني هنا على مستوى حي واد الملح هنا بمدينه مرتيل، من بعد ما تم اكتشاف الرفات ديال الزوج. متابعينا الكرام، طبيعه الحال فالشرطه هنا استعانت بالشرطه العلميه والتقنيه، وكذلك بالكلاب البوليسيه المدربه لمتابعينا الكرام. فهي وصلت قبل قليل الجثه ديال الزوج، وتم النقل ديال الرفات من اجل اجراء التحقيقات اللازمه. متابعينا الكرام، فراغ كبير في حياتي وفي حياه خوتي. كنتمنى يرجع لنا على خير وبخير. يوميا كنعانيو من هذا الشيء، يوميا كيصبح الصباح الولد شاد بلاصتو، شاد عليه بوتينه، عاودت نفس القصه. ما كتفكر في باها، ما عندها حتى شي حاجه تفكر فيها. مرض نفساني في الحياه ديالنا. ريهام مدرسه نقصت منها، ولادي كل واحد ضاعوا في الحياه ديالهم. دابا منين غاب الراجل ديالي ولا عندنا من غير مصروف، من غير حاجه ماديه ديال الدار، ولا عندي مرض مدمن ديال القلب. الشبكه د عيني مشات لي، ما بقيتش نشوف. المصروف ديال الدواء كثر وكثر. المعاناه ديالنا تحطمت بزاف. شحال خصك تفكر في هذه، تفكر في مول الدار ما كاينش، تفكر في الولد بحال مرض نفساني غير سد عليه، ما يخرج ما يدخل ما يجلس في قهوه ما والو. كنتمنى على الله والوجود ديالكم معنا، والناس اللي كيشاهدونا، وكل اللي يشوف فينا بشوفة رحمه. الا كان جايب شي خبر عليه، ولا عارفو فين كاين، ولا شي حاجه لنا باش المكان باش نرتاحوا ونعرفوا حتى حنا راسنا شنو هو الغياب ديالو.